كتير من الشباب دلوقتي تايه في حياته واغلبهم بيكون عنده اهداف كتير جدا نفسه يحققها. فلو انت واحد من الناس دي وعندك اهدافك الخاصة اللي نفسك توصل لها، اسمعني للاخر لعلك تستفيد. مبدئيا كده خلينا نتفق على حاجة واحدة بس، وهي ان الموضوع بسيط جدا ولكن مش محتاج من حضرتك غير انك تكون واضح وصريح مع نفسك. اولا، واضح من حيث الهدف. هل انت محدد هدفك فعلا ومدونه على ورق ولا لا؟ ولو محدده فهل هو هدف ملح بالنسبة لك ولا حاجة في نطاق العادي اللي هو لو حصل تمام ما حصلش تمام برضه؟ ثانيا، صريح من حيث امكانياتك ومدى ايمانك باستحقاقك لهدفك. يعني هل حضرتك عندك الامكانيات اللي تؤهلك للوصول لهدفك ولا لا؟ طيب هل حضرتك مؤمن فعلا من جواك ان انت تستحق الهدف ده؟ طيب لو حضرتك ما عندكش الامكانيات، هل انت بتسعى وبتشتغل على نفسك علشان توفر الامكانيات دي عندك ولا لا؟ ودلوقتي بقى الاسئله دي مهم جدا انك تجاوب عليها، علشان في الغالب هي اللي بتكون العائق ما بينك وما بين هدفك مهما كان هو ايه. ودلوقتي علشان تعرف ازاي تدير حياتك بشكل سليم يوصلك لهدفك، لازم تعرف حاجه مهمه جدا، وهي ان مفيش اي حاجه في الدنيا بدون مقابل مهما كانت بسيطه. وبكده نفهم من الكلام ده ان في عمليه تبديل بتحصل في حياتنا كلنا بلا استثناء من غير ما ناخد بالنا. وعمليه التبديل دي هي اللي بتخلي ناس كتير جدا توصل لاهدافها وتحقق كل اللي هي عايزاه، ولكن لو فهمته صح. ونفس عمليه التبديل دي برضه هي اللي بتخلي ناس تانية ما توصلش لاي حاجه في حياتها ويفضلوا في دايره مغلقه الى ما لا نهايه، ولكن لو استخدموها غلط. ودلوقتي لازم تفهم ان انا وانت وكل الناس اللي عايشين على الكوكب ده بمجرد ما نبدأ حياتنا بيكون متاح معانا عملتين مهمين جدا، وبيكون ناقصنا عملتين قصادهم، والعملات دي هي اللي بتتم بيها عملية التبديل اللي قلت لحضرتك عليها قبل كده. طيب ايه هي بقى العملات اللي متوفرة معاك، وايه هي العملات اللي ناقصاك، ويا ترى هتستبدل ايه بايه علشان تبدأ في طريقك لتحقيق هدفك؟ وازاي كمان تستغل عملية التبديل اللي هي كده كده بتحصل بطريقة سليمة علشان ما تتوهش في حياتك؟ العملات المتاحة هي عملة الصحة وعملة الوقت، وفي نفس الوقت برضو العملات اللي ناقصانا هي عملة الخبرة وعملة المال. والخطأ الشائع اللي كلنا وقعنا فيه هو اننا بنبص فقط لعملة المال وبننسى العملات الباقية، وده خطأ كبير جدا. والصح هنا يا صديقي ان حضرتك هتستبدل عملة الصحة بعملة الخبرة وعملة الوقت بعملة المال. طيب ازاي؟ انا اقول لك. انت دلوقتي كشاب بتتفرج عليا، عمرك ما بين ال 16 وال 25 سنه، فانت عندك وقت كبير جدا. وللاسف 90% من الشباب بيضيع وقته في حاجات غير مفيده زي السهرات والجيمز والخروجات والنت وغيرهم من مضيعات الوقت. وبالمناسبه لو حضرتك مش عارف ازاي تنظم وقتك، ممكن ترجع تشوف حلقه تنظيم الوقت اللي كنت عملتها قبل كده، ممكن تفيدك. اما بقى بالنسبه للي بيشتغل وفاكر ان هو بيستغل وقته صح، فهو للاسف حاطط الهدف الاساسي من شغله الفلوس، وده غلط. فالله يبارك في عمرك، اركن الفلوس على جنب خالص دلوقتي وركز معايا كويس جدا في اللي جاي، علشان اللي جاي ده هو اللي هيجيب لك الفلوس بكل سهوله. وخلينا بقى دلوقتي نركز على طريقه تبديل الصحه بالخبره. طبعا انت في السن ده بتكون صحتك ما شاء الله كويسه، لا ضغط بقى ولا سكر ولا اي حاجه من الكلام ده. فهنا بقى انت لازم تستغل صحتك صح، واول حاجه تفكر فيها انك ازاي تهتم بيها وتتعلم ازاي تحافظ عليها على قد ما تقدر بخطوات بسيطه، زي انك تلعب رياضه بتحبها وتبعد عن كل ما يؤذيها بقدر المستطاع. تاني حاجه، استغل صحتك في الشغل والانتاج، ويا ريت تشتغل في حاجه ليها علاقه بطموحك وهدفك. ولو ما لقيتش دلوقتي تقدر تشتغل في اي حاجه مهما كانت، الشغل عمره ما كان عيب. الشغل راحه وشرف، قلته عواله وتعب. والله يبارك في عمرك، انا هنا لسه ما ذكرتش الفلوس خالص، فما تفكرش فيها دلوقتي. وكل اللي عليك في البداية انك تشوف ايه هو الشغل المطلوب منك مهما كان هو ايه، وتعمله على اكمل وجه. وما تبقاش بتشتغل وخلاص من باب تضييع الوقت، لا، مهم جدا تكون مركز في كل حاجة بهدف انك بتتعلم. يعني على سبيل المثال، لو انت بتشتغل في محل ملابس، فانت يوميا بتتعامل مع فئات مختلفة من الناس، فتقدر تعتبر انك هنا بتاخد كورس عملي في البيع ومهارات التواصل. سرش عنهم وتعلمهم وطبقهم يوميا مع الزبائن او العملاء بتوعك. واسأل في كل حاجة واجتهد وجيب اخرك في الشغل، ولكن مش علشان الفلوس، لا، علشان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فانت كل اللي عليك في البدايه ان انت تتقن عملك وتجيب اخرك في الشغل على قد ما تقدر، وتسيب النتيجه على ربنا سبحانه وتعالى، وربنا عمره ما هيضيع تعبك ابدا. ولازم تتخلص بقى من عقليه انك بتشتغل علشان خاطر المدير او علشان خاطر مفيش غير الشغل ده والى اخره من المعتقدات الهدامه. وتاكد ان كل شيء في الدنيا له وجهين، وجه طيب ووجه خبيث، والشاطر هو اللي ياخد الوجه الطيب ويركز عليه ويتجنب
الخبيث. يعني باختصار خلي كل مجهودك في انك تتعلم وبس، وركز في كل موقف انت بتمر بيه في حياتك، اكيد هتلاقي فيه معلومة تفيدك. وتأكد تماما انك لو خليت التعلم هو هدفك الاساسي فعمرك ما هتتأثر بأي موقف تمر بيه مهما كانت درجة صعوبته، لانك في الوقت ده هتكون موقن ان الموقف ده اتعلمت منه درس، فعلى الاقل قدام هتتفادى الخطأ ده او هتعلمه لاولادك فما يغلطوش نفس غلطتك. فهنا انت بتحصل قدر كويس من المعلومات هيفيدك بشكل كبير في حياتك قدام. فبلاش تستهتر بأي معلومة مهما كانت مش مهمة بالنسبة لك في وقتها. وصدقني بقى لما تتعامل بالمبدأ ده والله العظيم عن تجربة لا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيبهرك بعطائه. وبالنسبة بقى للجزئية التانية وهي تبديل الوقت بالمال، ودي بقى مش هنتكلم فيها كتير علشان الطبيعي والمنطقي لو حضرتك طبقت اللي قلنا عليه هتاخد الراتب بتاعك مقابل الوقت والمجهود اللي بتقضيه في شغلك. فحاول تقضي أكبر وقت ممكن في شغلك في بداية حياتك علشان شغلك هو اللي هيعمل لك قيمة في المجتمع اللي انت عايش فيه. تاني حاجة انت هتلاقي نفسك بتتطور وبتكتسب مهارات جديدة كل يوم بشكل ملحوظ، وده هيفتح لك فرص افضل وبالتالي مقابل مادي اكبر على حسب النفع او الفاليو اللي حضرتك هتقدمه للمكان اللي انت بتشتغل فيه. وبعد فترة من الالتزام بالمبادئ دي هتلاقي نفسك وصلت لعقلية متقدمة فكريا بشكل كبير من حيث الالتزام وتحمل المسؤولية، وهتلاقي نفسك برضو اندمجت اكتر في سوق العمل، وده هيخليك جاهز ومؤهل ان انت تبدأ مشروعك او بمعنى اوضح توصل لهدفك بشكل اسرع واسهل، وكمان تقدر تحافظ عليه، وده من خلال المواقف اللي حضرتك مريت بيها واتعلمت منها. وفي النهاية بقى خليني أوضح لك حاجة مهمة جدا. الحرية مش بس إنك تعمل كل اللي أنت عايزه في الوقت اللي تحدده، الحرية إنك ما تعملش أي شيء أنت مش عايزه، الحرية إنك تقدر تتخلى عن كل شيء يسيطر عليك ويأسرك. وده بقى صديقي كان تحليل بسيط للموضوع من وجهة نظري ومن خلال بعض التجارب اللي أنا مريت بيها. اللي تشوفه صح وهيفيدك خده، واللي تشوفه العكس سيبهولي. وبس كده، أتمنى أكون قدرت أفيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.